علاش ملي كندير الفيتامين سي كيتاكسد ليا في البشره ديالي وكيتبدل فيها اللون وكيبان بحال الازرق. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الحل او الطريقه الصحيحه باش تقدري تشري بها الفيتامين سي المناسب وما يتاكسدش لك في البشره. اول حاجه ملي تبغيو تشريو الفيتامين سي ضروري ما تختاروا القرعه اللي تتكون كحله بحال هكذا او لا اللون ديالها بني، لانه هذا اللون هذا بالضبط كيحجب الضوء على الفيتامين سي وهكذا ما كيتاكسدش لينا. ثانيا تختاروا نوعيه الباكاجين اللي كتكون على شكل سبراي، بهذه الطريقه هذه ما كتخليوش الهواء يدخل المنتج هنا لداخل، لانه حتى الهواء عنده دور في اكسده الفيتامين سي. فقط كتاخذوا غير قطيرات اللي بغيتو كتابليكيوهم على البشره ديالكم. مثلا كناخذوا هذه القرعه هذه، اول حاجه كنكتشفوا انها قرعه زجاجيه، اللون ديالها ماشي كحل او بني، فهاد الحاله هذه القرعه ما كتحجبش لينا الضوء على الفيتامين، فهاد الحاله كتاكسد. ثانيا اللي هضرنا عليه قبل فاش قلنا السبراي، في هذه الحاله هذه ملي كناخذوا هذا المنتج نابليكيو في هذه الحاله كنخليو ان الهواء يدخل لنا المنتج، والهواء والضوء هما عوامل اساسيه باش ان الفيتامين سي تاكسد. ملي كنابليكيو في البشره ديالنا كيتبدل فيها اللون وكيسحب لنا راه البشره ديالنا هي اللي مأكسده، وهذا راه غير فيتامين سي اللي مأكسد، لاني انا شريت فيتامين سي بطريقه غلط، ما شريتهاش اولا محجبه عن الضوء وما شريتهاش ثانيا محجبه عن الهواء. بمعنى شاركت معكم الطريقه الصحيحه باش ما يتاكسدش لكم الفيتامين سي في البشره ديالكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتمنىكم انكم تشاركوا مع اصحابكم باش تعملوا فائده.